السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشيني كتير، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى طبعا الدنيا حر قوي والصيف دخل، لازم بقى ناكل ايس كريم. هناكل ايس كريم ايه؟ عندنا بطيخ حاطينه في الفريزر. بصوا مفرزاه اهو، هحطه هنا. ومعايا كيس جيلي فراولة احطه عليه. ومعايا زبادي، واحط معلقه عسل كلوكوز، هي دي اللي هتديله المطه بتاعه الايس كريم. ونضرب نبضات، مش هنضرب. بص، ايس كريم البطيخ انا ضربته، انا فصلت لان الكبه الكبيره ما نفعتش، فجبت الكبه الصغيره وضربته فيها. ودلوقتي بقى بصوا ما خليتهاش ميه عشان ما يبقاش عصير، احنا بنعمل ايس كريم. هنبتدي نعبي بقى هنا في البتوع دول. انا عملت بقى، حطيت البطيخ المجمد، وحطيت علبة زبادي على الكمية اللي كانت عندي، وحطيت معلقة عسل كيلوكوز، وكيس جيلي فراولة عشان يديله اللون. هو لونه اغمق من كده. والله لا، هو في الحقيقة لونه اغمق من كده، يعني الاحمر مدي لون عن بيتي، هنا لونه احمر فاتح الكاميرا مطلعاه فاتح عشان الاضاءة. لكن هو حلو، لونه جميل. نعمل ايس كريم المانجا. انا كنت مفرزاها من السنة اللي فاتت في الفريزر، طلعتها تفك شوية عشان الكبة ما يجرالهاش حاجة. نحط حتة حتة كده، وبرضه هحط الزبادي. مش كتير، فنحط لها كوباية الا ربع كده زبادي. معلقة عسل برضه. بس نحط الباقي، مش عايزاه. نبتدي نعبي بقى هنا برضو المانجا. لازم تحطي كده للفوق عشان لما تيجي تطلعيها ما تطلعش دي لوحدها كده. مش مهم اللي طلع ده، ونضربهم كده ونحطهم بقى في الفريزر مش اقل من 6 ساعات. والباقي ده هنحطه في علبة وهنشوفه لما يتلج، ونرجع لكم بقى نوريه لكم لما يتلج. ادي الجيلاتي اهو، بعد ما حطيناه في الفريزر وطلعناه اهو، ما شاء الله. وانا في حاجه انا عملتها ما اتصورتش، انا طلعته قبل كده وجيت اقطع منه، حسيت ان هو متلج،
مش ناعم كده وكريمي. ورحت عامله ايه، رحت ضاربه حبه كريم شانتيه وحطيتهم عليه اهو. ما شاء الله. اعملوه بقى بطريقتنا. قلنا بلاش كفايه. بصوا الجمال. نرش عليه بقى حبه الطعم الصغير ده. كده بصي تاني. بألف هنا وشفا. نشوفكم تاني إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.